تاني فيتشر انا عايز ارتبها بترتيب معين، وهي الايميل اكونتس. وهنا هنتكلم فيها على ان سمارت ليد بيديك الاوبشن ان انت تبني الانفراستراكشر بتاعتك من جوه سمارت ليد نفسه. خلاص. فتقدر تشتري، انا بستخدم الاولد فيرجن بالنسبه لي احسن. تقدر تشتري دومينز معمول لها ورم اب اوريدي. تمام. ودي بتبقى اغلى شويه. وعندي اوبشن ان انا اشتري دومينز من الاول واعمل لها ورم اب واستنى عليها من الاول. تمام. هنروح مع الاوبشن ده. وهتبدا تحط اسم الدومين اللي انت عايز تشتريه. انا بالنسبه لي سمارت ليد موفر لي الجزئيه دي، ان هو عامل بارتنرشيب مع بروفايدر اسمه زاب ميل. زاب ميل من البروفايدرز اللي انا استخدمتهم وكانوا فيري ريلايبل لكذا سبب. اولا بيديك تسعير ميل بوكس ارخص من ان انت تروح لجوجل نفسه. فلو انت مثلا لو شفت التسعير بتاع جوجل جي سويت، هتلاقي انه البرايسنج بتاعه غالي مقارنة باللي تقدر تاخده من زاب ميل. فهنا انا لو بحاسب بالشهر، خلينا نعمله كده. لو بتحاسب بالشهر هتجيب الايميل ب$7.50. على سمارت ليد من زاب ميل هتجيبه ب4.5. فانت هنا موفر $3 على كل ميل بوكس. شايف نسبة محترمة. وهنا بيحاسبك على الدومين ب$13. في حين انت كان ممكن تجيبه من جودادي، تجيب الدومين من جودادي ب$10. فهو بيحاسبك $2 اغلى على الدومين، ولكن هو بيحاسبك $3 ارخص في الميل بوكس. فالاجمالي انا شايف ان هو بيوفر عليا وقت. آه، وبيجيب لك الايميل، بيعمل لك السيت اب بتاعه، بيعمل لك كل حاجه، بيعمل لك الاس بي اف، الدي كي ام، الدي مارك، بيعمل لك الدومين فوروردنج. بيحط لك الايميل اكونت جوه سمارت ليد، فانت مش محتاج تعمل مانوال ورك كتير. هو مظبط لك الدنيا. حلو. اي ريكومند ان انت تروح لزاب ميل، بلاش انفرا انبوكس. الصراحه جربتهم وما كانوش احسن حاجه. فدول التو اوبشنز اللي انا دايما بروح لهم. الدنيا ظريفه. لو دوست هنا على سيلكت دومين، بتقول له انا عايز مثلا اشتري دومين لسويفل مثلا. لو انا خلاص انا هشتغل مع سويفل، فهقول له مثلا get.swivel.com. دايما بحب ادور على الدومينز الدوت كوم الاول. فهو بيطلع لي ريكومنديشن، يقول لي دول الدومينز المتاحه. هختار الدومينز اللي انا شايف ان هي انا عايز اشتريها. فهختار مثلا 10 دومينز، وبعدين ادوس نيكست، واحط اسامي الناس اللي انا عايز اكريت الدومين باساميهم. فهقول هنا ايهاب درويش @getswivel.com، وهابلود صورتي. فهتحط الصورة. هنا انا شايف ان ده دايما بيبقى مهم ان احنا نعمله. فهحط اي صورة، ولكن الافضل ان هي تبقى صورة شخص، لان هي بتبان للليد لما بتبعت له الايميل. فحطيت الصورة، قلت له سيف اند نيكست. تمام. بتبتدي تحط بيانات الشركة عندك عشان البيلينج. تمام. انا عايز افرود الدومين ده لما حد يفتحه، عايزه يودي على ويب سايت ايه. فهقول له وديه على swivel.com. حلو. فهنا هو انا بيقول لي دول الايميلات اللي هو هيكريتها لي، والفاتوره هتبقى ب$35. تمام. بعد كده هتتحسب $22.50 على الدومينز. تمام. وهنا هو حط لي 5 ايميلز على الدومين الواحد. انا الصراحه بحب يكونوا 3، 2 أو 3 بالكتير. 5 ده كتير بزيادة. تمام. فحاول دايما ان تخلي 2 أو 3 ايميل اكونتس على الدومين الواحد. 5 انا شايف ان هو كتير. ريفيو الاوردر، ادفع، وهيبان لك الاوردر بتاعك هنا. في السمارت سندرز اوردر هتلاقي هنا الاوردر بتاعك، وهيقول لك الستيتس بتاعه ايه. اول ما يبقى اكتف غالبا في خلال 24 ساعة كل حاجة بتبقى متظبطه. تمام. فده اوبشن هايل من سمارت ليد. بيشتري لك الدومين، يعمل لك السيت اب، يظبط لك كل حاجه. ما عليك غير ان انت بقى تبدا تظبط الورم اب بتاعك. فالكامبين الايميل اللي اتكريت، هتبدا تظبط هنا السندنج فوليوم. انا عايز ابعت كام ايميل من الميل بوكس ده، وعايز اخلي الورم اب يبعت كام
كام وارم اب. حلو. السيت اب المثالي بالنسبه لي دايما احسبها ان الميل بوكس انا مش عايزه يبعت اكتر من 40 رساله. خلاص. في الفتره بتاعت الورم اب اللي انا مش ببعت فيها ايميلات، انا بعمل السيت اب ان انا بقول له اعمل لي 40 وارم اب. حلو. والكامبين مسجز هنا اخليها دايما صفر. تمام. انا مش عايز ابعت ايميلات كولد دلوقتي، الدومين لسه جديد، انا عايز اعمل الورم اب. بعد ما بخلص الاسبوعين بتاع الورم اب بنزل السندنج فوليوم هنا من 40 بنزله ل 20. آم، وبخلي دايما موازنه ما بين ان لما بلانش الكامبين عايز 50% يبعت ورم اب و50% يبعت كولد مسجز. فبخليها 20 20 20 ورم اب و20 كامبين مسج. تمام. فده السيت اب اللي دايما بنعمله. بس بتظبط هنا الرامب اب. هنا الرامب اب يعني هو بيقول لك انا بعمل الورم اب ببعت 3 ايميلات وكل شويه بزود 3 ايميلات، ف3 6 9 12، ويقعد يزود لحد ما يوصل للرقم اللي انت طالبه اللي هو 40 مثلا لو احنا عايزين نوصل لل 40، وبيقف عند ال 40. تمام. وهنا انت بتعمل راندومايزيشن، فانت بتخلي الورم اب يتبعت بشكل راندوم. فالنهارده هيبعت رقم، بعده هيبعت رقم تاني، وهكذا. فانت بتقول له اعمل لي راندوم نمبر ما بين ال 15 ل 25 ايميلات في اليوم، بحيث ان هو ما يثبتش رقم، فجوجل يبقى شايف ان ده رقم اوتوميتد وبيتكرر. وبتعمل ريبلاي ريت للورم اب مسجز. انا دايما بحطها عند 40 او 50%. ده معناه ان انا هبعت ورم اب مسج وهيترد عليا بنسبة كام في المية. فانا عايز الريبلاي ريت ما يبقاش 100% عشان ما يتشكش فيا، انا عايزه يكون 30 40%، رقم منطقي. ده كده بالنسبة للجزء بتاع الانفراستراكشر. تمام. خلاص. يعني تمام على الفيديو ده، واشوفكم بقى الفيديو الجاي اللي هتكلم فيه على فيتشر تانية لسمارت ليد.